نرحب بالإخوة الضيوف من كل الدول العربية والأوروبية الذين شرفونا بحضورهم في هذا اليوم. كل الترحيب موصول إلى جماعة العدل والإحسان بالمغرب. الحكام الظلمة وبقايا الأنظمة البائدة لكي تحول دون هذه النقلة النوعية من مجتمع استبدادي إلى مجتمع ديمقراطي. فلا بد وأن تتعاون جميع الأطراف، لا بد وأن نعمل جميعا على الانفتاح على جميع الأطراف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالتوفيق وبالسداد وبالقبول، وأن يجعلكم إن شاء الله في مقدمة من يرفعون لواء تونس الخضراء، تونس التي أعلنت الثورة والأنظار موجهة إليها تحت ظلال قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم دينهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والذي يحذره الطغاة والجبابرة في باقي هذه الدول هي الديمقراطية، هي العدل، هي الحرية، هي المساواة. بارك الله فيكم وفي جهودكم وحفظكم وجعلكم في مقدمة من يعلون كلمة الإسلام وكلمة الحرية. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.